مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. أوضاع جيدة للمحاصيل والمراعي في مديرية عرزة. مزارعو منطقة شبح يستعدون لموسم خريف السوائل. نفير شعبي لصيانة طريق ترابي في مديرية صرونة. استمرار المعارك بين القوات الأذربيجانية والأرمينية. ماكرون يتهم القادة اللبنانيين بخيانة تعهداتهم لتشكيل الحكومة اللبنانية. واتفاق بين طرفي النزاع في اليمن على تبادل الأسرى. السلام عليكم ورحمة الله. صرح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية عرزة سيد محرة ورأيه بأن المحاصيل والمراعي توجد في وضع جيد، فيما خزنت السدود الحفائر مياه كافية. وأوضح السيد محرة بأن المديرية شهدت هذا العام زراعة حوالي 15 ألف هكتار من الذرة والبقوليات، وبفضل الخريف الطيب الذي بدأ منتصف شهر يوليو الماضي بلغت أغلب المحاصيل الحقلية في مناطق المديرية الغربية والجنوبية والشرقية مرحلة الإثمار، فيما تأخرت في المناطق الشمالية. وذكر توفر العلف الحيواني للمواشي وكذلك المياه الكافية، كما نظمت حملة تطعيم لتأمين صحة 3300 من الماعز والضأن والأبقار. من جهتهم قال المزارعون إن معظم المحاصيل الحقلية بلغت مرحلة مبشرة، إلا أن البقوليات المزروعة مؤخرا في مزارع الذرة التي اختفت بكثرة الأمطار تحتاج إلى هطول أمطار. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن هذا العام شهد بناء مدرجات قنواتية بالأراضي الزراعية في مساحة 267 هكتارا، وحواجز مائية في مساحة 171 هكتار، وكذلك مدرجات في مساحة حوالي 15 هكتارا، وحواجز مائية في مساحة 38 هكتارا بالمراعي. كما تم غرس 129,721 شتلة من مختلف أنواع الأشجار. توجد المحاصيل الزراعية في مناطق ضاحية أقرع ومدينة نخفة في وضع جيد بفضل جهود المزارعين الحثيثة وهطول أمطار غزيرة هذا العام. وذكر المزارعون بأن مزارعهم بلغت مرحلة مبشرة بفضل الخريف الطيب هذا العام وحراثة الأراضي الزراعية في أوانها، واكدين استعدادهم لمتابعة مزارعهم بشكل جيد حتى جمع المحصول. وأشار مراسل وكالة الأنباء الإريترية إلى استمرار هطول الأمطار بنسبة كبيرة حتى الآن، خاصة في الجزء الشمالي والجنوبي من المديرية. يقوم مزارعو منطقة شبح في مديرية قندع بإقليم شمال البحر الأحمر بتنظيم أنشطة نفير جماعي لصيانة الحواجز المائية استعدادا لخريف المناطق الساحلية. وأوضحوا لوكالة الأنباء الإريترية بأنهم ينظمون أعمالا فعالة للاستفادة من السيول القادمة من الهضبة ومضاعفة الإنتاج، وقد أنجزوا حتى الآن 880 مترا من الحواجز المائية بعرض يصل إلى 4 أمتار وطول يبلغ 8 أمتار. وأوضح مدير الضاحية سيد عثمان فاقر بأن أعمال النفير بالثيران بدأت من 20 من يوليو، وبما إنهم اكتشفوا نتائجها الإيجابية قرروا مواصلتها بتنظيم أقوى. هذا ويقطن منطقة شبح التي تعد إحدى ضواحي مديرية قندع 17 594 أسرة يزاول معظم أفرادها حرفتي الزراعة والرعي. يواصل المواطنون في الداخل والخارج إسهاماتهم المالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل أمير عثمان. أفادت المعلومات الواردة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وكذلك سفارتي إريتريا بالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا بأن المواطنين في الداخل والخارج قاموا بتبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وبموجب ذلك تبرعت لجنة الاحتفالات بالولايات المتحدة الأمريكية ب9,000 دولار، ومؤسسة بلو إمبورت إكسبورت التي اتخذت مباراة تبني 3 أسر شهداء لفترة عامين تبرعت ب36,000 نقفة لعام واحد، وأسرة المتوفي قبر هيوت هايلة ب20,000 نقفة.
كما تبرع 16 من المواطنين المقيمين في العاصمة الإيطالية روما ب9767 يورو، فيما تبرع 17 من مقيمي مدينة أبروزا ب710 يورو، و29 من مقيمي كاتانيا ب735 يورو، و42 من مقيمي مدينة فرنسي ب2200 يورو، و34 من مقيمي مدينة باري ب1090 يورو، و41 من مقيمي مدينة نابولي ب560 يورو. كما تبرع 13 من مقيمي مدينة بيزا ب640 يورو، و69 من مقيمي ميلانو ب7810 يورو. بالإضافة إلى ذلك تبرع 29 من مقيمي مدينة بولونيا ب1735 يورو، و5 من مقيمي مدينة جنوفا ب210 يورو. وأيضا تبرع 3 من مقيمي برشا ب250 يورو، و9 من مقيمي مدينة بارما ب500 يورو، و3 من مقيمي فيرونا ب350 يورو، و5 من مقيمي تورينو ب370 يورو، إلى مجموع حوالي 27 ألف يورو. كما اتخذت الإريتريات المقيمات في ميلانو الإيطالية المنضوات تحت جمعية حلنا بمناسبة 20 من يونيو مسؤولة تبني 10 أسر شهداء، وتبرعن ب6 آلاف يورو لذلك الغرض. ويجري هذا العمل النبيل سنويا، ونظم هذا العام للمرة السابعة إلى تبني 70 أسرة شهيد. يقوم سكان 8 مناطق بضاحية إمباباريا في مديرية صارونة بالإقليم الجنوبي ابتداء من منتصف أغسطس المنصرم بتنظيم نفير جماهيري لصيانة طريق ترابي جرفته السيول في الخريف. وأوضح مدير ضاحية إمباباريا السيد عقباي ملس بأن أعمال الصيانة التي يشارك فيها أكثر من 250 شخصا يوميا تسير جيدا بمشاركة فاعلة من القرى. وأكد المشاركون بأنهم عازمون على إكمال صيانة الطريق بتنسيق قدراتهم كونه يعد عصب الحياة بالنسبة لهم. استشهد يوم أمس 27 من سبتمبر المناضل المقدم عمر أحمد حامد عضو مركز التدريب الوطني التابع لقوات الدفاع إثر مرض ألم به وتلقيه العلاج والرعاية الصحية عن عمر بلغ 68 عاما. التحق المقدم عمر أحمد بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1975، وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص، حيث عمل قبل الاستقلال في إعداد المناهج بقسم التعليم، فيما عمل بعد الاستقلال في وزارة التعليم والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وفرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، وكذلك في مركز التدريب الوطني التابع لقوات الدفاع. المناضل المقدم عمر أحمد رب أسرة وأب لمولودين، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 28 سبتمبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعربه وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل المقدم عمر أحمد، وتقدم أحر تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل سادتي ونواصل الأخبار. استمر القتال بين القوات الأرمينية والأذربيجانية بشأن منطقة ناغورني كوراباخ الانفصالية مع نشر مدفعية ثقيلة على الجانبين حسب ما قال الطرفان. وتحدثت وزارة الدفاع في أرمينيا عن وقوع قتال خلال الليل، في حين قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن القوات الأرمينية قصفت بلدة ترتر. وحضت الولايات المتحدة أذربيجان والقوات الانفصالية في ناغورني كاراباخ المدعومة من أرمينيا على وقف الأعمال العدائية فورا في هذه المنطقة المتنازع عليها، والتي تشهد مواجهات هي الأعنف منذ العام 2016. واتصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان بالطرفين من أجل حضهما على وقف الأعمال العدائية فورا واستخدام قنوات التواصل المباشر القائمة لتجنب مزيد من التصعيد وتجنب المواقف والأفعال غير المفيدة، وفق بيان الخارجية الأمريكية. وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بالتسبب بمواجهات دامية وقعت بين الجانبين على خلفية نزاع حول منطقة ناغورني كاراباخ أوقعت 23 قتيلا في تطور يهدد باستدراج روسيا وتركيا إلى ساحة الصراع.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي في باريس إنه أخذ علما بالخيانة الجماعية للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي أعلنتها في أول سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان. وشدد ماكرون على أنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار، وأمهل زعماء البلاد 4 إلى 6 أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية. وقال أيضا إنه يخجل من زعماء البلاد وسيزيد الضغط عليهم لتغيير المسار. وأكد الرئيس الفرنسي أن لا دليل على أن إيران لعبت دورا في منع تشكيل الحكومة اللبنانية. وقد استقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب بعد أن حاول لشهر تقريبا تشكيل حكومة غير حزبية، مما وجه ضربة لخطة فرنسية تهدف إلى حشد زعماء البلاد لمعالجة أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية. توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين لتبادل 1081 أسيرا بحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى. وأثنى مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث في حديث للصحفيين في قرية غليون السويسرية على إنجاز هام للغاية، وأكد أن الوفدين اتفقا على الاجتماع مجددا للتفاوض بشأن عمليات إطلاق سراح جديدة. من جانبها رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي رحبت بالاتفاق وطالب بتنفيذه دون أي مماطلة. وستشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إعادة السجناء إلى عائلاتهم. وفي حال نفذت عملية التبادل التي تم الاتفاق حولها في سويسرا، فستكون الأكبر منذ بداية النزاع الدامي على السلطة في منتصف 2014. بمبادرة من بلدية باريس نظم يوم بلا سيارات في نسخته السادسة، حيث تم حظر جولان العربات والدراجات داخل المدينة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويعرض مخالفو هذا الإجراء يعرض أنفسهم إلى غرامة بقيمة 135 يورو. وفي محيط باريس تتنفذ أغلقت أمام وسائل النقل باستثناء الحافلات وسيارات النجدة وسيارات الأجرة، والتي حددت سرعتها القصوى بنحو 20 كيلومترا في الساعة. وسيتعين على الباريسيين العائدين من عطلة نهاية الأسبوع الاستصغار بما يثبت إقامتهم عند دخولهم العاصمة. وبهذه المناسبة التي تحث على المحافظة على بيئة نظيفة، أعلنت المدينة تخفيضات تتراوح بين 30 و 40% على معاليم مرائب السيارات الباريسية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.